أهلا بيكم يا أبطال. في الفيديو ده هنشوف واحد من أعنف وأقوى المعارك اللي حصلت في عالم سونيك كله. دارك سوبر سونيك بيواجه فليت واي سونيك، ومعاهم كمان الوحش المرعب سونيك الشيطان. ما تقومش من مكانك لأن اللي جاي أسطوري جدا. مشاهدة ممتعة يا أبطال. بنبدأ الحلقة وسونيك بيتحول للدارك سوبر سونيك، والتحول ده مرعب جدا. الطاقة بتغلي حواليه، النسخ التانية من سونيك واقفين بيتفرجوا عليه كأنهم منبهرين من قوته. وفجأة فليت واي سونيك بيستدعي السبع زمردات وبيكونوا حوالين جسمه في حلقة ذهبية سحرية. المنظر رهيب. من غير أي مقدمات دارك سوبر سونيك بيهجم عليه مباشرة، أما سونيك الشيطان واقف على جنب بيتفرج وبيضحك في صمت كأنه مستمتع بالفوضى. المعركة نار. دارك بيعمل نسخ كتير منه ويأمرهم بالهجوم على فليت واي، لكن فليت واي بيتصدى ليهم بكل سهولة كأنهم ولا حاجة. دارك بيهاجم بنفسه، ضرب، تفجير، دخان، الأرض بتتهز. بس رغم كل ده شكل فليت واي هو اللي ماسك زمام الأمور. وفجأة دارك بيقع، طاقته خلصت. فليت واي بيقرب منه وبيسخر لما يطلع دمية صغيرة شبه تيلز كنوع من الإهانة. المنظر ده بيجنن دارك، بيفجر غضبه كله وبيهاجم على فليت هجوم مدمر. وفجأة ظهور فخم، انفينيتي بيدخل الساحة وبيستعرض قوته في مشهد أسطوري. لكن فليت واي بضربة واحدة بس بيمسحه من الوجود ويقعد يضحك كأنه بيلعب. بس دارك بيرد عليه بلطشة غير متوقعة بالألم، والحرب تشتعل من جديد. دارك وفليت واي بيكسروا في بعض والساحة بتولع، أما سونيك الشيطان لسه واقف على جنب بيراقب بهدوء، بس باين عليه إنه مستني اللحظة الصح يدخل فيها. وفجأة فليت واي يضرب ضربة قاضية لدارك وبيخلص عليه تماما. بيروح على الشيطان. الشيطان كان متردد خايف، لكن تيلز بيجي يطمنه ويشجعه. تيلز يحاول يهاجم بس الشيطان يمنعه ويدخل هو بنفسه القتال مكانه.
سونيك الشيطان كان عارف إن فليت واي مش خصم سهل، فبيتحرك بحذر، يهاجم بتخطيط مش بتهور. وفجأة دارك بيرجع، والمعركة تتحول لحرب ثلاثية مجنونة بين دارك وفليت واي وسونيك الشيطان. بس باين إن فليت واي واخدها بشكل شخصي ضد دارك، بيضربه بأقصى ما عنده كأنه عايزه يختفي من الوجود. وفعلا فليت واي سحقهم هما الاتنين لوحده، كل ضربة منه بتهد جبل صعب يتوقف. تخيل ده يا صديقي. تيلز بيحاول يتدخل مرة تانية، بس على مين؟ ده فليت واي غشيم بيسحق الكل، وتيلز بيموت قدام عين الشيطان. الشيطان بيجري عليه، صوته بيتخانق وبيفتكر كل اللحظات اللي بينهم، بيصرخ وبينهار. اللحظة مؤثرة. بس فجأة حاجة غريبة بتحصل، طاقة مجنونة بتطلع من الشيطان، ودارك بيرجع تاني. الاتنين بيتحولوا، دارك بيتحول تاني، لكن المفاجأة الأكبر بيتحول لهايبر دارك سونيك. المشهد بيقف هنا، نهاية فليت واي قربت، ولا دي مجرد بداية لحرب تانية؟